اول مره اشوف الزمالك من فتره كبيره اقول عليه الفريق ده صعب يخسر، صعب يخسر، مش بسهوله هيخسر. راحت عليك كوره ولا كورتين ولا ثلاثه، بس في المجمل الفريق بتاعي واقف على رجله في الملعب جدا جدا. فريق يطمنك بفضل احمد عبد الرؤوف، بفضل الله سبحانه وتعالى الاول، ثم احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف مطمني، مخليني مطمن يا راجل. احمد عبد الرؤوف وقفته على الخط مطمناني. اقول لك على حاجه ثانيه، احمد عبد الرؤوف وجوده في المؤتمر الصحفي مطمني على الفرقه. ما اعرفش ده الشعور ليه، بس انا متوسم خير جدا في احمد عبد الرؤوف، ان انا هرجع شايل السوبر. والله حتى يعني انا هفرح لك لو انت خدت السوبر، بس لو ما خدتهوش احمد عبد الرؤوف لا مساس بيه. ما ينفعش حد يلمسه ويقول له هنجيب مدير فني اجنبي، او فكونا من شغل الاجانب ده يا جماعه. الجو بتاع الاجنبي بيجي وودنه ورجله والكلام الحمضان ده ما انا ما بفهموش. انا افهم ان المدير الفني ده، انا عايز مدير فني مواصفاته 1 2 3. جالي مصري، جالي اجنبي، جالي افريقي، جالي زي ما جالي، هو ده اللي انا بحدد على شغله. لكن انا مش بحدد على بلده يا جماعه. انتوا والله العظيم الاعلام المصري ده بيتقال فيه كلام متخلف جدا. يعني ايه هحدد مدير فني على جنسيته؟ يعني ايه ان هو اجنبي ده كفيل ان هو يجي يمسك النادي بتاعي؟ يا جماعه الكوره مش كده، الكوره مش كده. طب ومثلا لو مدير فني انجليزي، انجلترا ما تخلوش يمسك؟ لو ايطاليا ما تخلوش يمسك؟ لو برازيلي ما تخلوش يمسك؟ يا جماعه بطلوا الكلام الفاضي ده. انت عندك اكبر الالقاب اتحققت مع منتخب مصر مثلا بالكابتن حسن شحاته وكابتن محمود الجوهري. فعيب الكلام ده. والناس المشكله، مشكله الناس ان هي بتفضل ماشيه تردد الكلام اللي بتسمعه في الاعلام، بتدخنوا ودان الناس على الصح. يعني الصح حاجه، وان انت عمال تردد في الاعلام كلام غلط. ناس بقى بتاخد من الاعلام، ناس ما بتاخد كلامك ثقه، فخلاص فاهمه ان انت بتتكلم صح. لكن ده قمه العته وقمه الغلط والله، ان انت تحدد لي مدير فني بناء على انه على بلده. طب لو مصري وكويس ما يمشيش معاك؟ يعني واحد زي احمد عبد الرؤوف ما يمشيش معاك؟ مؤمن سليمان ما يمشيش معاك؟ في الاهلي عماد النحاس ما يمشيش معاك؟ علي ماهر الاهلي هيفضل يجرب في الاجانب كده كتير لحد ما هيجي اليوم اللي هيحط فيه علي ماهر. فما تقعدوش تبقوا لنا البيعه بتاعت المدير الفني الاجنبي والمدير الفني البرازيلي. ما بطلوا الكلام ده. ما تخنوش ودان الناس وتخلوا الناس تبقى جهله كرويا. حتى اللي هو مدير فني اجنبي، يعني يبقى المصري قاعد بيعمل اعلى نتائج، وعشان خاطر في حاجه كده سايده في الاعلام. انا مش فاهم، انا مش هحط نيه وحشه واقول لك بقى سبوبه واقول لك المصلحه مع المدير الفني الاجنبي لما بيجي، واقول لك ليه لما بيقعد يخسر انت بتفضل مستمر عليه. يعني